طب بلاش كل ده، خلينا نسأل سؤال مختلف. العنوان الرئيسي لحضرتك في المؤتمر هو الإعداد لكأس العالم 2026. حضرتك عارف إن كأس العالم 2026 كمان 5 شهور، وهو توقف دولي واحد بس اللي هنلعب فيه. فين بقى الإعداد؟ السؤال هو ماذا بعد كأس العالم؟ ده الإعداد اللي المفروض يتم إعلان عنه. ده المفروض ان المؤتمر اللي يحصل احنا هنعمل ايه في كاس العالم وما بعد كاس العالم، ايه اللي هيحصل لمصير حسام حسن في حال عدم التأهل من دور المجموعات. حضرتك عارف ان بطولة الامم اللي جاية هتبقى بعد كاس العالم بسنة واحدة بس. فلو كابتن حسام ربنا ما وفقهوش في كاس العالم اللي جاي، هل هندور على مدير فني يمسك سنة ونعيد بقى الدايرة من اولها؟ طيب فين المدير الفني اللي حضرتك بتأهله علشان لما حسام حسن يمشي؟ وتعالى ندي مثال بالمغرب مثلا، اهي خسرانة لسه نهائي الامم، وفي كلام ان وليد الركراكي هيمشي، بس المغرب عندها بدل الركراكي عندها طارق السكتيوي، عندها جمال سلامي. يعني ببساطه المغرب عندها بديل واتنين. المغرب عندها قدره انها تجيب مدرب اجنبي عالمي، وده لانها اصلا عندها مشروع وعندها لعيبه وعندها بنيه تحتيه مش لسه هتبدا، مش لسه بتقول 2038. يا راجل ده انت كيروش لما جه ماسك المنتخب وطلع وقال انا مش لاقي لعيبه للمنتخب، عمل كل حاجة ممكن تتعمل عشان يطلع محمد عبد المنعم وعمر مرموش. انت متخيل احنا فين؟